اجتماع الدول العربية لعدم التهجير وإعادة الإعمار للقطاع. اجتمعت الدول العربية كلها علشان عدم التهجير وإعادة إعمار القطاع بإشراف مصر، هتكون تشرف على إعادة الإعمار، ويجيبوا أكتر من 50 شركة مقاولات، هيكون فيها مصر وفيها تركيا وفيها حبتور عن الإمارات، فيها ناس كتير يعني من الدول العربية علشان يعملوا إعادة الإعمار، وحاطين خطة كاملة مصر كانت حطاها. كان في قبلها بيومين كان في اجتماع لدول مجلس التعاون، كان منهم السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين ومصر والأردن بصفتهم الدول اللي عايزين يهجروا إليها. وكان حصل اتفاق مبدئي، لكن في بعض الخلافات في بعض النقط، منها إن حركة سماح تخرج من المشهد تماما، سواء المشهد السياسي أو المشهد العسكري، وتسحب منها كل السلاح. وزي ما انتوا عارفين يعني لا هم هيحطوا فلوس، فعايزين يضمنوا ان الفلوس اللي هم هيحطوها ديت ما يحصلش حركة تاني تقوم تهدم البيوت وتخرب الدنيا، ودول مش في دماغهم خالص، يلا عيدوا الإعمار. فالتكلفة هتكلف أكتر من 53 مليار دولار دي تبني دولة من أول وجديد. حصل إن الدول العربية طبعا اللي هي حصل فيها الاجتماع الأولاني اللي هو قبلها بيومين، إن الزعماء بتوعها مجوش. وتبون رئيس الجزائر قال طالما ما دعونيش للاجتماع اللي حصل التحضير اللي قبلها اللي انا حكيت لكم عنه ده، يبقى انا كمان ايه مش جاي. يعني قال ان هو مش هيجي. والمغرب طبعا مش هيجي لمصر ابدا، واخد موقف من مصر، وكذلك تونس ما تعرفش ليه ما جاتش. فالدول العربية كده بين موقفين، اما انها توافق على العرض بتاع الكاوبوي ابو حنان اللي مقدمه ان القطاع دوت يبقى ريفيرا، وان الناس دي تتهجر من وطنها سواء بالعافية او بالذوق، ياخدوا فلوس ويمشوا، او ان هما بالذوق يعني، او العرض المصري ان هما يفضلوا في مكانهم ويحصل عملية الإعمار. مصر قدرت تاخد يعني اللي ما جاش من الملوك والرؤساء، بعت رئيس وزراء، وطبعا حضر مع الزعماء العرب اللي حضر منهم مصر طبعا والأردن والبحرين واعتقد الكويت، والباقيين بقى ما جوش بعتوا وزير خارجية او كده. فحصل كان معاهم طبعا جوتيرش عن الاتحاد الأوروبي، وكان معاهم رئيس الاتحاد الأفريقي، ومعاهم رئيس مجلس التعاون، ومعاهم رئيس جامعة الدول العربية، يعني لفيف يعني قدرت مصر إنها تنتزع اعتراف 22 دولة عربية، وكمان كان معاهم المؤتمر الإسلامي، رئيس المؤتمر الإسلامي. فكده السيسي بيقدر يجيش العالم كله حوالين مين؟ أبو حنان والنتن، علشان إن هم يعملوا عملية الإعمار، والغرض منها عدم التهجير. لكن طبعا دي فيها حاجات كويسة وفيها حاجات ما ترضيش. يعني من الحاجات اللي ما ترضيش، أنت المفروض إنك زعيم عربي، حتى لو كان حصل اجتماع وتوافق عليه تعالى احضر. ما دي مصر اللي دعياك، دي مصر دولة كبيرة يعني احنا بندعوك، بنقول لك تعالى لنا علشان خاطر تقف مع اخواتك الفلسطينيين. وبعدين دي مصر اللي داعياك، مش دولة صغيرة، والسيسي هو اللي داعيه. ونفس الحكاية بقى بتاع تبون ما جتش ليه، نفس الحكاية عملها قبل كده، اتعملت قبل كده من الجزائر ايام حسني مبارك، واحنا نروح ونحرر القدس وادونا حتة. الرئيس حسني مبارك قال لهم اتفضلوا تعالوا اديكم حتة من مصر، واتفضلوا هات جيشك وتعالى حرر. جه دلوقتي لما جه في اجتماع، مجرد اجتماع، مش عايز يجي. طب مش جاي ليه؟ هو صحيح طبعا مندوب الجزائر كان ليه كلمة كويسة، وان احنا عايزين نجمع دلوقتي مش عايزين نفرق، بس ما ينفعش كده، ده المنطقة بتتشكل من اول وجديد.
المنطقة بيعاد، ده في دول هتتمسح من الوجود، مش هيبقى لها اسم في الخطة اللي هم حاطينها. هم حاطين خطة على كده. يعني عندك مثلا مش هيبقى في حاجة اسمها لبنان، ولا حاجة اسمها سوريا، ولا حاجة. والعراق هيتاخد منها جزء، والكويت وجزء من تركيا وتلت السعودية والضفة الشرقية من مصر كلها بقناة السويس لا، انت لازم يبقى لكم موقف، لازم تقفوا مع بعض وتقفوا بقوة. الكل، ما فيش حد مش منطال، الكل منطال. فانت لازم تقف بقوة. وان ما كانش دلوقتي قدام، ما يبقاش بيحاربونا بفلوسنا. طبعا في مواقف يعني تزعل ومواقف كويسه، يعني ان انت خدت اعتراف 22 دوله، ده كويس قوي. لما يروح لابو حنان بقى للكايبوي، هيقدر يقف قدامه ويقول له انا موقف الدول العربيه اهي. بس مين اللي حضر؟ دي اللي هتزعل. انما انا معايا موقف 22 دوله موافقين. يعني المبعوث اللي بعته جلاله الملك او السلطان موافق. خلاص، طالما انت وافقت خلاص على كده. فاحنا عايزين زي ما بنقول، عايزين نجمع، وعايزين تجميع للدول العربية في المواقف الصعبة دي. بس العدو طبعا شايفك وشايف كل حاجة وعارف ان في دول ما جاتش، وطبعا فرحان. يعني دول النجمة الزرقاء والضفاير فرحانين جدا الدولة دي. ودلوقتي مصر بتقدر ان هي دلوقتي بتعمل بتحاوطهم من كل ناحية بحيث ان هم يكشفوه. والكاوبوي عايز ياخد جائزة السلام، جائزة نوبل للسلام. انت كده مش هتاخدها. كده بالشكل ده كده انت مش هتاخدها. انت عملت سوق البلطجة على العالم كله، وعايز تاخد جائزة السلام، مش هتاخدها، مش هتشوفها. محدش هديها لك الا بقى لو فرضت عليهم عقوبات زي ما بتفرض عقوبات على محكمة العدل الدولية، او على منظمة حقوق الانسان، ولا على كل حاجة بقى بتفرض. حتى منظمة الصحة فرض، خلعوا منها. حتى المناخ خلعوا منه. خلعوا من كل حاجة بحيث ان هو ما يصرفش على اي حاجة، وبحيث ان ده كله يقع، يعمل اللي هو عايز يعمله. المهم بقى، انت وصلت لغاية هنا، ما تنسناش تدعم القناة. انا زعلان منكم قوي والله. يعني انت وصلت لغاية هنا، اعمل لي يا اخي، اشكرني. يعني هو مش عايز شكر منك غير انك تعمل ديسكرايب، اشترك في القناة، وفعل زر الجرس، لايك وشير وكومنت. يلا تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.